بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نرسم الرسمة بتاعتنا دي. هنبدأ إن احنا نعمل سنتر لاين عمودي. تمام كده. السنتر لاين العمودي ده اهو. تمام كده. والرسمة دي فيها كمية ممسات كويسة عشان نتعلم ازاي بقى ويثبت في دماغنا ان احنا نعمل مماس دائري. طيب هنرسم اول دايرة. طبعا القطر بتاعها كله 99. القطر بتاعها 9. الرسمة معطولة عندي هنا. القطر بتاعها كام؟ 66. يبقى نصف القطر بتاعها هيكون 33. هنكاليبريت 33. 1 2 3. ونرسم الدايرة اللي في المنتصف. بعدين مديني هنا الطول ما بين السنتر لاين ده والسنتر لاين ده ب90. يعني همشي كده 45 و45 واعمل نقطتين اهو. هنا 45. 1 2 3 4 ونص. اعمل نقطة. والناحية التانية 1 2 3 4 ونص واعمل نقطة. بعدين انزل عمودي. اعمل خط عمودي سنتر لاين. تمام كده. الناحية التانية نفس الكلام. اعمل سنتر لاين. تمام كده. بعدين ابدأ ارسم السنتر لاين اللي هو ده. تمام كده. السنتر لاين ده الخط ده بيبعد عن ده بقيمة مقدارها 45 برضو، والناحية التانية 45. فأنا هاجي على السنتر لاين الأصلي بتاعي وأقيس فوق 45 وتحت 45. 1 2 3 4 ونص. وهنا 1 2 3 4 ونص. أرسم خط أفقي كده. وفوق نفس الكلام أرسم خط أفقي كده سنتر لاين. طيب نرسم الأربع دوائر. يقول لي 4 في 22 فاي. يبقى 4 دوائر والقطر عندي كله 22. يبقى نص القطر 11. هنكاليبريت البرجر على 11 ونرسم الأربع دوائر. 11 دايرة. 2 3 فوق 4 تمام كده. بعدين نرسم الدوائر اللي هي الكبيرة. بيقول لي 4 في الار بتاعها 20. الار بتاع الدائرة الكبيرة 20. 4 دوائر نكاليبريت على 20. 20 وهنشوف هتنتهي فين بقى. تبتدي وتنتهي لما نرسم الممسات.
كده. بعدين هنرسم الممسات. يقول لي ان ال ال القوس ده القطر بتاعه 60، وهترسم 4 أقواس، وده بيمس الدوائر دي من ايه؟ من الخارج. فهنجمع أنصاف الأقطار أو أنصاف أقطار الدوائر، هنجمعها مع نصف قطر الايه؟ القوس. فهيبقى معانا 4 طبعا، 4 معادلات يعني، اللي هو 60 زائد كام؟ 20 بيساوي 80. يبقى احنا 80 هنكالكوليت على 80، ونيجي عند كل دايرة ونرسم ايه؟ قوس كده. نفس الدايرة دي برضو ليها قوس الناحية دي، والدايرة دي قوس هنا ويتقاطع مع دي، والدايرة دي ماشي عادي قوس كده، والدايرة دي قوس كده، وقوس لتحت، نشيل المسطرة، وقوس تحت. الدايرة دي قوس كده، ودي قوس كده. تمام كده. بعدين هنشوف القوس ده كان طوله 60، طوله نص القطر بتاعه 60، نكابيليت على 60 اهو. أهم حاجة ونوصل، نوقف على المركز اللي احنا عملناه اهو، ونوصل الدايرتين ببعض نمثل. وهنا نفس الكلام، نوقف عند المركز ونوصل، وهنا نوقف عند المركز ونوصل، وهنا برضو نفس الكلام، المركز نقطة التقاطع ونوصل. هنمسح الزيادة ونرسم الناقص في الدوائر الكبيرة دي. تمام كده. هنا الدائرة دي ناقصة، نرسمها. نمسح اللي زايد اهو. كده الرسمة بتاعتنا تكون خلصانة.